مباراة مهمة، مباراة كانت عنصر فارق جدا مع الإسماعيلي. شوط أول من أسوأ الأشواط اللي مر بيها النادي. لعيبة مش قادرة، كله بيتمشى، الملعب فاضي، حتى الانتشار كله كان غلط. أثمر على هدف لسموحة في الشوط الأول. شوط تاني كويس، شوط تاني مغاير تماما في أرض الملعب، وحتى ابتدينا فنيا نبقى أعلى والاستحواذ زاد. بس كل ده قبل الطرد، وبالنسبة للطرد فهو غريب شوية، وطبعا ده أثر على صحوة الأداء في الشوط التاني. بس يبقى إن عندك الروح ده والأداء ده في الملعب وإنك تقدر ترجع، دي حاجة فعلا كويسة، نقطة كويسة تعلقك لحد الماتش الجاي. بس إحنا عايزين أداء والروح بتاعت الشوط التاني، حتى لو مش هيحالفنا الفوز، بس برضو إحنا عايزين أداء الشوط التاني، أداء رجولي. ما تنساش البطل اللي كان خاطف الكادر في المدرج واللي بسببه أدى للتعادل. والنسبه بقى لابو فالنه حمراء اللي عمال يقول لك الاسماعيلي هينزل، الاسماعيلي هيطلع، الاسماعيلي هيهبط، انت كنت فين واحنا راجعين؟ ما قالولكش ان احنا اللي قصينا افريقيا؟ ما قالولكش ان احنا كنا كابوس ليك؟ مشكلتك ان انت من الجيل اللي خافوا عليه يلعب في اسماعيليه. وما دام احنا حارقينك كده وانت متابعنا ان احنا هننزل وهنطلع، احنا عندنا ماتش الجاي، الماتش الجاي مع انبي. اتفرج على الحشد، اتفرج على الجمهور، شوف الجمهور ازاي بيجيب مباراه، شوف الجمهور ازاي بيكسب مباراه. احنا عندنا الجمهور هو اللي بيجيب المباراه، هو اللي بيكسب المباراه، هو اللي بيتحكم في رتم المباراه، مش الكفيل. واخيرا، احنا مدينه جمهور، مدينه بتفهم كوره، احنا اسماعيليه.